يعني هو مين شاف فورمه وولفرين في اخر فيلم ليه؟ الفيلم اللي عمله مع داد بول. الصراحه كده لما شفت الفورمه بتاعته قلت لازم انزل فيديو ازاي تعمل فورمه وولفرين. يعني لو جالي كلاينت وقال لي عايز اعمل فورمه وولفرين، انا هقول له يعمل ايه؟ اول حاجه هقول له ان اكتر حاجه بارزه في جسمه هي كتفه. كتفه تحفه يا جماعه، بيفكرني في فيديو بتاع محمد صلاح لما جيت اتكلمت عن الكتف برده. بس هنا طبعا في فرق في الحجم كبير، ده واحد بقى مركز على شكله يبقى حلو. هنا يا باشا زي ما قلت مليون مره، اوفر هيد بريس، اوزان عاليه جدا واوفرلود مع الوقت. وفي تمرينه ثانيه كده يا جماعه هتحسن قوي الدوران بتاع الكتف، الفيس بولز يا جماعه تحفه. لي فتره بعملها كتير قوي وفرقت معايا جدا. وثالث حاجه طبعا السايد ريزز، تعمل كميات كبيره منها. تاني حاجه بقى يا جماعه، عارف انت بقى الرجاله اللي بيدخلوا الجيم دول، هم الرجاله الكبار دول بيلعبوا مثلا نص التمرين بتاعتهم بطن، حلوش بقى اي ماشين ولا اي تمرين في البطن يعملوها كل يوم. شفت فورمه وولفرين افتكرت الناس دي فعلا بطنه باين ان هو حط فيها مجهود كبير قوي. مش البطن بس، انت لو بصيت على بطنه من الجنب كمان هتلاقي الاوبليكس بتاعته شكلها تحفه. احسن تمرين للاوبليكس هطلعها لك دلوقتي، اسمها كيبل اوبليك تويست. التمرين دي تحفه، بتعمل سحر والله. بس السحر ده عمره ما هيبان غير لما يكون دهونك قليله. وديجي نروح على ثالث حاجه شدتني لجسمه بعيدا عن دهونه قليله، العروق طالع عنده بطريقه بارزه قوي. ما اعرفش هو طبيعي ولا واخد سترويد الصراحه، ولكن دي يعني يا اما واحد طبيعي جيناته حلوه قوي ودهونه قليله جدا، يا اما لو بياخد سترويد بقى هو هتطلع كده لوحدها. الصراحه بتوع السترويد دول صعبين قوي.